ممكن كمان نطلع قدام شويه لجزئيه بقى سوق العمل وكده. يعني احنا كويس اتكلمنا عن نقطه المواد الدراسيه دي. والسؤال ده اتسال لي كتير، يعني ممكن نقول كده how to be a mechanical designer at ABB. مش عارف هل حضرتك تحب السؤال ده زي ما هو كده، ولا نخلي السؤال جنرال شويه؟ how to be successful mechanical designer، حضرتك تحبي يعني؟ ممكن اللي احنا نشوفه بشكل جنرال اه. ويكون احسن. اللي انت اصلا how to be a mechanical designer. طب ممكن نفكر نشوف ايه هو الميكانيكال ديزاينر. كنت سمعت في السيشن، اول سيشن كنت كلمتوها، كان باشمهندس بيقول ان انت ما تحكمش نفسك ان انت ميكانيكال ديزاينر فاللي انت بقيت درافت مان. لا، الميكانيكال ديزاينر مش بيجيله رسمة وبيرسمها على برنامج ايا كان برنامج التصميم الهندسي هو ايه، ويبتدي يطلعها لهم بالصيغة اللي محبوبة، مثلا صيغة اللي هتطلع على المكنة او حد تاني يكمل من الرسمة. لا، ده مش شغل الميكانيكال ديزاينر. الميكانيكال ديزاينر المفروض اللي هو بتبتدي مهمته من اول انوفيشن للرسم نفسه او للايديا بتاعة البرودكت لحد ما يبقى برودكت حقيقي قدامه ملموس. مم. ده كله بيتعارض مع ديبارتمنت كتيرة جدا على حسب طبعا الهيكل بتاع كل شركة. بس في أغلب الشركات مثلا أنت أكيد بيكون في الشركة في قسم ماركتينج، في قسم سيلز، في قسم، في شركات بيكون فيها حتة بروجكت وحتة لأ، بس الغالب بيكون حتة السيلز والماركتينج، أو ممكن في شركات بتبقى مجمعهم مع بعض مع الميكانيكال ديزاينر. الفكرة بتجيلك، فكرة أي منتج في الدنيا بتجيلك من القسمين دول، وانت بتبتدي تفكر هتنفذها ازاي. كان في جزء اتكلمنا فيه او اتكلمتوا فيه في اول سيشن، كان ان انت بتفكر ازاي اصلا علشان تعمل المنتج ده. ف... ف... فانت مش مجرد ان انا برسم شكل جاي لي صورة فبرسمها، لا، انا بفكر المنتج ده اصلا انا هستخدمه في ايه. الفرق ما بين اللي انت كستودنت او فريش جراد لسه ما اشتغلتش في شركة، وفرق بين ان شاء الله لما كل الناس تبقى مهندسين فعلا، هي اللي انت لما بتجرب وانت ستودنت التجربة دي مش بفلوس، بس لو انت بالظبط. بتشتغل في شركة التجربة دي بفلوس، بفلوس كتير. لان انا لو هرسم منتج معين مثلا، فالمنتج ده ايا كان طريقة تصنيعه، ممكن مثلا يكون منتج على مجالي انا كان منتجات حقل مثلا، ففي قالب كامل هيتعمل، او منتجات حاجات شيت ميتال، ففي تصنيع في مكن بتخش بروسس كتيرة جدا، فدي كلها بفلوس. فانت قبل ما بتفكر اللي انت تنفذ منتج او اللي انت طلعت منتج 3D، بتشوف اصلا البروسيس بتاعته ماشية ازاي. طيب انا عرفت اعمل منتج باحسن تكلفة، بخطوات تصنيعية بسيطة جدا، بس في الاخر المنتج شكله مش هو اللي الكاستمر الاند كاستمر عايزه. فالتيم الاساسي اللي اغلب الشركات بيكون بيوجهها زي تيم السيلز والماركتنج يقول لك لا، انا مش محتاج المنتج بتاعك ده، خلاص شكرا. فانت بتعيد السايكل تاني، فبقت المنتج اللي انت كنت فاكر كميكانيكال ديزاينر اللي انا عملت احسن منتج في الدنيا بتكلفة حلوة جدا جدا، اكتشفت ان انت كل ده اتلغى في ثانية. الناس بتقعد تعمل فهي بتبقى موديفيكيشن سايكل. مره واثنين وثلاثه. بالظبط، هي دي الفكرة اللي انت التفكير بتاعك لازم يكون تفكير شامل. كل الناس، انت الناس اللي سلمتك واللي انت هتسلمهم. إيه. يعني دي حقيقة كمان، ممكن أضيف لحضرتك كمان الجزئية دي. فكرة إن السيكونس طبعا بتختلف على حسب كل شركة أكيد. يعني مثلا مثلا أنا عملت ديزاين، ممكن يخش مثلا على مرحلة السيميوليشن. ممكن بتاع الباشمهندس بتاع السيميوليشن يقول لي لا، محتاجين نعيد، نغير كذا، أو نعيد نعمل موديفيكيشن في كذا. فالحاجات دي كلها سايكل كبيرة، يعني مش مجرد التول بس. يعني طبعا دي مشكلة وبحب أنوه عليها كل السيشن، إن هو الحوار مش سوليد ورك بس، مش كاد بس، مش برامج كاد بس. فدي جزئية طبعا مهمة جدا يعني. بس حضرتك اتكلمت على جملة، ان فكرة البروسيس اللي المنتج بتاعي يمشي بيها ازاي. يعني ممكن حضرتك برضه تدينا في بريف صغير كده، ازاي اقدر اعرف المنتج بتاعي يعدي على بروسيس عاملة ازاي؟ ده زي ما قلت من شوية ان هو بيبقى على حسب الهيكل بتاع كل شركة. بس غالبا ما بيكون المنتج مثلا بيجيلك عندك تو اوبشن، يا اما اوريدي منتج متنفذ موجود وانت بتحاول تعمل عليه ريفرس انجينيرنج عشان تزود فيه فيتشر معين، او تنفذه زي ما هو مثلا. يعني ممكن المنتج جالك من بره وانت محتاج تنفذه في البلد اللي انت فيها، او منتج مطلوب منك اللي انت بت انوفيت حاجة جديدة مختلفة تماما، او عندك مشكلة ما على خط انتاج، على مكنة، على منتج حابب تزود عليه منتج زيادة، فانت اللي بتفكر من الاول خالص عن المنتج الجديد ده.
ف- فهما السكتين دول بيكونوا غالبا يعني. ففي حالة ان المنتج اوريدي موجود وانت بتنفذه، بس بتحاول تشوف التكاليف المطلوبة منك هتكون ازاي، او البادجت المتاحة معاك هتكون ايه، وبتنفذه على الاساس ده والشكل النهائي اللي الناس حابين يطلعوا بيه. لو منتج جديد خالص من الاول، فاهم خطوة طبعا هي خطوة البلاننج. ان فكرة اللي انت تبلان الديزاين بتاعك دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. بتوفر عليك وقت فيما بعد ذلك ومجهود ازاي. ان انت لما بتبقى عارف المايلستون اللي انت هتوصل له كل فترة، علشان تشوف انت ماشي في السكة الصح ولا غلط، انت تبقى محدد من الاول خالص. انا مثلا بعد اول اسبوعين هكون طلعت الشكل المبدئي. بعد اول شهر لا، انا خلاص خلصت ال 2D drawings وعملت مثلا حاجة زي 3D printing للموديل بتاعي اللي هبتدي اعرضها على الناس عشان اخد رأيهم. طيب هبتدي ال 2D drawings منين؟ هبتدي ال 3D بارت ازاي؟ بماتيريال ايه علشان هتناسب ايه؟ الافكار دي لما بتبقى انت مخططها من الاول، مش شرط مخططها 100% صح، بس يعني ممكن نقول 80%، هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. هتوفر عليك اللي انت مثلا لما تيجي تعمل خطوة السيميليشن لو فيها غلط هيبقى غلط بسيط. في شركات كتير مش بتعمل ستريس اناليسيز ولا سيميوليشن، مش متاح عندها الاوبشن ده. فبتبتدي فعلا الانتاج. فلو ابتدت انتاج او تصنيع والديزاين فيه تريكات مش 100% صح، فطبعا ده بيأخر وقت كبير جدا ان انت تقعد تعدل وتعيد تاني قبل ما تطلع عينة سليمة، فبتاخد وقت ومجهود. فعلشان كده خطوة اللي انت تبلان كويس للديزاين بتاعك دي بتكون مفيدة جدا. اعتقد يا باشمهندس افضل ناس ممكن تكون فاهمه الحوار ده كويس جدا، الشباب اللي شاركت في ستودنت اكتيفيتيز، الشباب اللي شاركت في تيمات وكده وشارك على البروجكت مره واثنين وثلاثه، تمام. التايم لاين اللي كنا بنقعد نعمله طبعا ايام الجامعه، تايم لاين والله خلال الفتره دي المفروض نكون خلصنا كذا كذا كذا. اعتقد حاجه شبه دي اللي اشتغل في ستودنت اكتيفيتيز، الحاجات دي هتكون بالنسبه له يعني مش غريبه، مش صعبه انه يعرف يعملها. هتكون قريبة شوية. ممكن سوق العمل يعني التحديات فيه أكتر شوية، اكيد. أو ممكن كومبلكس شوية زيادة، بس طبعا هتكون في ال student activities بتفتح دماغك لحاجات كتير، بتخلي عندك على الأقل تجارب مبدئية لحاجات كتير. تمام. طبعا دي حقيقه فعلا مش مهندس. تمام. طب ممكن نسال السؤال ان جنرال، ازاي يعني شفنا كتير في كتير ميكانيكال ديزاينرز، في كتير في شركات كبيره وشركات متوسطه وشركات بسيطه، ليه ايه الفروقات ما بين الميكانيكال ديزاينرز دي؟ ازاي الواحد فعلا يكون عنده اد فاليو بيقدمها، يكون فعلا ميكانيكال ديزاينر ناجح يعني؟ ايه ده مثلا في كتير من المهندسين هو ميكانيكال ديزاينر، هو شايف ان الديزاين هو عباره عن سود ورك بس، شغال بسود ورك مش اكتر يعني، حتى مش كاد، لا هو سود ورك. فايه يعني ازاي المهندس يكون آه، مهندس ميكانيكال ديزاين ناجح يعني مثلا؟ آه، بالنسبة لي أنا ممكن ما اشتغلتش شهر كامل على بعضه سوليد ورك، مم. ولا شركة اشتغلتها، بجد؟ أنا بشتغل ببرامج تانية. بجد ما شاء فأنا الله يعني. أنا دي بالسوليد ورك. مفاجأة، دي اه. اعتقد دي بوظت مفاجأة الحلقة دي. كده. اه دي يعني لا، هي يعني ما اظنش ان في حد مثلا يبقى البوزيشن التايتل بتاعه ميكانيكال ديزاين انجينير وهتكون الفكرة دي في دماغه ان انا برسم هنا بس، او انا وظيفتي هنا رسم بس، لان هو ده فعلا اتحول لدرافت مان. والوظيفة دي موجودة اوريدي في شركات. الدرافت مان بيكون مثلا ممكن الار ان دي انجينير او الميكانيكال انجينير بيديله الفكرة. بيبقى زي ما تقول ممكن حتى راسمها له كروكي كده وقايل له هيبتدي يعملها منين، وهو بالفعل بينفذها. والدرافت مان مش شرط ان هو يكون انجينير، ممكن بيكون تكنيشن اصلا. مم. في شركات اوريدي البوزيشن ده موجود فيها. هل في شركات كتير الميكانيكال ديزاين انجينير شغلهم مقتصر على الديزاينز بس؟ اه في شركات وبيكونوا ناجحين جدا فيها، بس زي ما قلنا علشان ده على حسب الهيكل الوظيفي بتاع كل شركة. بس شغلهم المقتصر على الديزاينز ده بيبقى مثلا مجرد اللي هو بيجي لهم رسمة ينفذوها كاد بس؟ لا، ما فيش شركة قابلتها خالص ولا مجال كده. حتى اللي هم كل شغلهم مقتصر على ال 2D drawings او كده، لا بيبقى فيه ليهم inputs اكيد. لازم بيكون ليهم مثلا جزء الماتيريال سيلكشن.
ده جزء بيبقى مهم جدا جدا قبل الديزاين. فالناس غالبا بتقع في التركة دي، اللي انا ممكن اعمل ديزاين كويس جدا على الورق او على البرنامج، والبرنامج انت بتاساين ماتيريال مش بيقولك لا، لكن ارض مم. الواقع هيقابلك مختلف. مشاكل كتير. مم. بالظبط. في ماتيريالز مش بينفع اصلا، يعني ما بيحصلهاش homogeneity مع بعضها، ما بينفعش اصلا الماتيريال دي تشتغل مع الماتيريال دي. في ماتيريال ما ينفعش تعملها فغالبا بيندنج مثلا. بيكون الميكانيكال ديزاين انجينير هو اللي في دماغه كل الحاجات دي قبل ما بينفذ الرسومات. ده يعني لو هو مجال شغله مجرد رسومات بس، فالجزء ده برضو بيكون معاه. فعلشان كده زي ما بقولك ما فيش، او انا ما شفتش بصراحة حد كمهندس ميكانيكا تصميم وشغلته ان هو يرسم رسومات بس، لا دي ما قابلتهاش بصراحة. يعني احنا بنتكلم الناس اللي عندها مفهوم خاطئ، يعني الناس اللي عندها مفهوم ايوه خاطئ ما ايوه انا تبقاش فاهمة. فاكره ان هو حوار بس مجرد سولid ورك او ديزاين.